لو كل الأبواب اتقفلت وقلبك وجعك من كتر التفكير، لو حاسس انك مش لاقي مخرج، يبقى انت محتاج تصلي صلاة مختلفة، مش بالكلام الكتير ولكن من القلب. فيه نوع صلاة بيخترق السماء، بيهز قلب ربنا، مش شرط تكون طويلة ولا بصوت عالي، لازم تكون صادقة. في ناس بتدخل الكنيسة وبتطلع زي ما دخلت، نفسها تتغير ونفسها ترتاح ولكن مش عارفة تبدأ منين. ابدأ بجملة واحدة بس قولها وبكل صدق: يا رب باركني ووسع حياتي وامشي معايا واحفظني من أي ألم وأي وجع في الحياة. عارف يعني ايه تبقى حاسس انك مخنوق من كل حاجة، مش طايق حد ولا قادر تكمل، حاسس انك بتتحارب من كل ناحية وانك لو وقعت مش هتلاقي حد يلمك؟ في اللحظة دي افتكر ان فيه اله سمعك حتى لو انت ساكت، اله بيشوف دمعتك حتى وانت مش بتضحك وحاسس بألم جواك، ولكن مضطر تعمل كده قدام الناس وتبين ان انت مبتسم وعايش حياتك عادي. بس محتاج منك وقفة تقف مع نفسك وتقول: أنا مش هكمل لوحدي، يا رب خليك معايا. عارف هو مستني الطلبة دي منك من زمان، مستني انك تيجي وتقول له: انا تعبت من الاعتماد على نفسي، خليك انت سندي. ناس كتير فاكرة ان البركة يعني فلوس كتير او شغل احسن او ناس حوالينا بتحبنا، بس الحقيقة البركة مش في اللي عندك، البركة في وجود ربنا معاك. فيه ناس عندها كل حاجة ومع ذلك مش مرتاحة، وفيه ناس عندها القليل ولكن قلبها مليان سلام. عارف ليه؟ لأن اللي معاه ربنا معاه كل حاجة حتى لو مش شايفها بعينه. ما تبطلش تطلب من ربنا، بس اطلب منه انه يكون معاك ويكون في حياتك، وقول له: ماليش في الدنيا دي غيرك، ابقى جنبي وباركني. فيها اوقات بتبقى مش قادر حتى تفتح الكتاب ولا تصلي ولا تنطق بأي حاجة، وجواك صراخ كبير ودموع مكتومة، وساعتها ما تسكتش، قول أي كلمة حتى ولو بسيطة: يا رب ساعدني، يا رب قويني، يا رب طبطب عليا. صدقني السما بتتحرك لما الكلمة تطلع من قلبك، حتى لو كل الناس مش شايفين الوجع اللي انت فيه، بس هو شايفك وحاسس بيك ومستني انك ترجع له. مفيش حد اتغيرت حياته وهو ساكت، كل حد شاف تغيير كانت البداية دايما جملة طالعة من قلبه. مش لازم تكون حافظ صلوات كتير، بس لازم تكون حقيقي مع ربنا. قوم دلوقتي وارفع عينيك لفوق وقول له: افتح لي ابواب كانت مقفولة وخليني ابدأ من جديد، اديني امل ما يموتش، وصدق انك مش هتخرج من اللحظة دي زي ما دخلت، لان ربنا مش بيسيب اللي بيلجأ له. اللي قال النهاردة محتاج يبقى معاه أسلوب حياة متغير، وكل يوم لازم تصحى وتقول له: يا رب باركني وسع حياتي وكن معايا واحفظني من الشر. كل يوم تقولها هتلاقي يومك مختلف وقلبك مطمن، هتلاقي رزق جاي من حيث يعني رزق ما كانش على بالك ولا كنت حتى عامل له حساب ان هو هيجيلك. والابواب اللي كانت مقفوله بقالها سنين بتتفتح. خلي صلاتك جزء من روتينك، زي ما بتشرب قهوتك صلي، زي ما بتجهز لبسك صلي. خلي الصلاه هي اول خطوه في يومك واخر حاجه قبل ما تنام. لو الكلام ده لمس قلبك اعمل له شير مع حد بتحبه، واكتب في كومنت: انا هبدأ يومي بالصلاة كل يوم من اول النهاردة. وصدق ان البداية الجديدة قريبة واقرب مما تتخيل. في ناس بتفتكر ربنا بس وقت الزنقة ووقت ما الازمة تعدي بيرجعوا يكملوا حياتهم كأن مفيش اي حاجة حصلت. بس اللي بيحبك بجد ما ينفعش يبقى زاير. ربنا مش طوارئ، ربنا عايز يبقى صاحبك اللي تمشي معاه وتحكي له وتفرح معاه وتعيط قدامه. هتحس انك مش لوحدك لما تخليه جزء من يومك، ومهما الدنيا لفت بيك هترجع له وتقعد معاه وتحكي له على كل اللي حصل معاك وكل اللي تعبك. صلي له وانت بتشتغل، صلي له وانت سايق، صلي له وانت بتجهز اكل لولادك في البيت. قولوا له الجملة الصغيرة دي: أنا عايزك تكون في يومي كله، في حياتي كلها، في كل تفاصيل قلبي. وهتتفاجئ بإزاي السلام هيملاك، لأنك بقيت مع اللي بيطبطب على قلبك قبل ما تنطق. فيه ناس بتقول: أنا غلطت كتير مش مستاهل أطلب من ربنا حاجة، بس فيه ناس تانية شايفة ان توبتها اتأخرت. وبس عايزة اقولك على حاجة مهمة جدا: ربنا ما عندوش فاتك القطر
عنده ابدأ دلوقتي. كل لحظة جديدة هي فرصة جديدة. الناس ممكن ترفضك، بس هو عمره ما رفض حد رجع له بقلبه. حتى لو انت كسرت الدنيا ووجعت ناس وضاعت منك سنين، هو يقدر يرد لك اللي ضاع ويبدل الرماد بتاج. ما تقولش انا مش نافع، قوله ابدأ بيا من اول وجديد ونظف قلبي وملاني بيك. وربنا مش بس هيبدأ معاك، ده هيمشي معاك كل الطريق. قول له النهاردة من كل قلبك: يا رب أنا جاي لك النهاردة بقلب مفتوح. تعبت من الاعتماد على نفسي ومن الأبواب اللي بتتقفل في وشي كل شوية. أنا جاي أقول لك باركني ووسع حياتي وامشي معايا خطوة بخطوة. مش عايز حاجة غير وجودك، مش طالب غنى ولا شهرة. أنا طالبك أنت تكون معايا واحفظني من كل شر وملاني بنورك وسلامك. أنا بين إيديك، غيرني وابدأ بيا من جديد. لو حسيت ان الكلام ده لمس قلبك، شاركه مع حد بتحبه، يمكن يكون مستني الجملة دي من ربنا. واكتب في كومنت كلمة واحدة بس: يا رب أنا محتاجك، علشان نوصل الصلاة دي لكل قلب تعبان ولكل نفس تايه ونفس تايهة ومحتاجة انها تسمع كلمة من ربنا. وما تنساش تعمل لايك وشير وكومنت علشان الفيديو يوصل لقلوب كتير. وخلي كل حاجة في صفحتك تقول ربنا لسه بيشتغل لينا وفينا. ربنا معايا ومعاكو، ويمتعنا بنعمته وبمجده إلى الأبد. آمين.